تطورات نوعية شهدتها العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية خلال 50 عاما الماضية في مختلف المجالات والقطاعات، تخللها ضخ استثمارات بمليارات الدولارات وتوقيع اتفاقيات وشراكات نوعية، كان آخرها الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، مما يجسد رغبة البلدين بتدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما. كيف لا؟ والإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، وأكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 15 مليار دولار، بينما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات في التجارة البينية غير النفطية، وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية. تميز العلاقات بين البلدين على مدى نصف القرن الماضي كشفت ملامحه العامة القفزة غير المسبوقة في حركة التبادل التجاري بين الدولتين في آخر 20 عاما، فمنذ العام 2000 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري تضاعف التبادل التجاري غير النفطي بين مصر والإمارات 37 مرة، وصولا إلى 68 مليار دولار، وشملت السلع التجارية بين البلدين مشتقات نفطية وبتروكيماوية ومعادن ثمينة وأجهزة ومعدات اتصالات وتكنولوجيا. أما على صعيد الاستثمارات، تقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019 حوالي 30 مليار دولار، وتتصدر الإمارات المركز الأول عالميا في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار، في حين تستثمر الشركات الإماراتية أكثر من مليار دولار في الإمارات، أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. مايو الماضي مثل نقطة فارقة في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات بالإعلان عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى الأردن، وتم تخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.